كانيا كارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذه اللقاءات التي نبحث فيها عن القلب السليم وعن علاج القلب من أمراضها. ولا يخفى على أحد منكم تخلف المجتمع عن ركب الحضارة وكمية الفساد المنتشرة في كل جوانبها، والسبب في كل ذلك أيها الأحبة الكرام أن النفس البشرية طماعة راغبة في لذائذ الحياة، محبة للشهوات، تسعى إليها من أقرب الطرق وأقصرها، وإن كانت على حساب الآخرين لا يهم. هي تحب المال والتملك، ولو كان السبيل إلى ذلك غصبا أو نهبا أو غشا أو احتكارا أو سرقة. هي تحب الجمال والتمتع به، ولو كان ذلك على أعراض الآخرين وشرفهم. وهي تحب السيطرة والتسلط على رقاب الناس والتحكم بهم والارتفاع عليهم، ولو قتلت أو بطشت أو افترست في سبيل الوصول إلى ذلك ما افترست. هي تحب الفوضى والتمرد على القوانين والقيود، بل أكثر من ذلك هي تحب أن تفرض القيود على غيرها وتبقى هي وحدها الحرة الطليقة، وترغب أن تحصل على حقوقها كاملة، بل تحب أن تأخذ أكثر مما تستحق، فيما تتهاون وتتكاسل وتتهرب عن أداء أبسط الواجبات الملقاة على عاتقها. وهي تقول بلسان حالها: تنتهي حريتكم عندما تبدأ حريتي، أما حريتي فليس لها حدود ولا قيود. وأوفى عبارة في بيان حقيقة النفس الإنسانية هي قول المولى عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. من أجل كل هذا تحدثنا عن القلب السليم وأمراضه خلال هذا الشهر الفضيل، لاحتياجنا إلى القلب السليم واحتياجنا إلى تزكية للنفس حتى نكبح جماح هذه الأطماع في نفوسنا. لأن الناس أيضا يتفاوتون في أهدافهم، في مصالحهم، يتفاوتون في رغباتهم وشهواتهم. فأي الرغبات هي الأولى بالتحقيق، رغباتي أم رغباتك؟ ومن هو صاحب الأفضلية في تحقيق شهواته وأهوائه، أنا أم أنت؟ كذلك مصالح الناس متعارضة متضاربة، وما ضرك قد ينفعني. وكم هي كثيرة تلك الخصال التي حققت أهدافا ورغبات وشهوات لأناس وأوصلتهم إلى قمة السرور وأشعرتهم بهناءة العيش، لكنها في الوقت نفسه جرت الويلات والمصائب على كثيرين غيرهم. لذلك الأمر في غاية الأهمية، تصفية القلب وتربية النفس أمر في غاية الأهمية. ولهذا أيضا فحديث اليوم موجه بالدرجة الأولى لمن يقودون المجتمع، من ساسة، من إداريين، من علماء، من خطباء،
من كتاب، من مثقفين، من إعلاميين، من فنانين، من لاعبي كرة قدم، أن لا يتسلم أحد منهم منصبا أو إدارة أو شأنا عاما إلا بعد تنظيف قلبه وإدخاله في دورات تدريبية لتنظيف القلب. ولا يظن أحد أن المشكلة تحل بوضع قوانين وقواعد أو بوضع نصوص وتشريعات في كتاب ونشرها في المجتمع أو يصادق عليها من قبل برلمان. فالنصوص كيفما كانت سماوية أو وضعية لن تكون كافية ومتمكنة بمفردها أن تحمي المجتمع في سموه ورقيه مهما كانت هذه القوانين عادلة ومهما كانت هذه النصوص حكيمة. بل لا بد أن يكون في المجتمع ذاته قدوات يعون هذه النصوص ويتفهمون هذه القوانين ويترجمون هذه التشريعات إلى سلوك عملي ظاهر في أفعالهم وأحوالهم ليتخذها المجتمع قدوة وأسوة لهذه الغاية التي يرى نتائجها في سلوك هؤلاء الرجال. نحن نحتاج إلى جانب المدارس والجامعات دورات لتصفية القلب، ونحتاج إلى جانب المساجد والكنائس دورات لتصفية القلب، ونحتاج إلى جانب المعامل والمصانع دورات لتربية النفس وتنظيف القلب. نحتاج من هؤلاء القادة في المجتمع، الرؤساء، الوزراء، أعضاء البرلمان، المشايخ، الكتاب، الفنانين، أن يكونوا على نفس تلك المستوى حتى يتخذهم المجتمع قدوة حسنة، لأن المجتمع بطبيعة الحال يتخذهم قدوة حسنة، فإن كانوا على خير كان المجتمع على خير، وإن كانوا على غير ذلك كان المجتمع على ما ترونه اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حول المجتمع العربي الفوضوي الشهواني القبلي لم يغيره بمجرد نصوص نزلت عليه من قبل جبريل عليه السلام منزلة من قبل المولى عز وجل، بل غيرهم من خلال ترجمة تلك النصوص إلى أفعال وأحوال في سلوكه، في قيامه، في قعوده، في حركته، في سكنته، في تعامله، في جهاده، في محرابه وعلى منبره، في ليله، في نهاره، في طعامه، في شرابه. كان قرآنا يمشي على الأرض يصحبه أحوالا في القلب هي حقيقة الإيمان والإخلاص والرضا والحب والزهد والإيثار والحياء والخشوع والتوكل على الله عز وجل. أما نحن فقد أفرغنا النصوص من معانيها وأفرغنا الشعائر من حقيقتها، وأصبح الحال كما ترون مظاهر خالية من الحقائق. نرى قياما وقعودا يسمى صلاة من دون وجود لروح الصلاة فيها. نرى إمساكا عن الطعام والشراب نسميه صوما من دون أحاسيس ومشاعر الصيام. نرى مراءة بدفع شيء من حطام الدنيا يتبعها من وأذى يسمى زكاة خالية من أبسط معانيها ومفاهيمها. نرى سفرا سياحيا يسمى حجا اختفت فيها أهم أركانها. هذه مظاهر نراها في مجتمعاتنا، أما روح الإسلام فنفتقده، فلا إخلاص ولا احتساب، لا تقوى، لا خشية، لا ورع، لا أخلاق، ولا محبة، ولا تعاطف، ولا إيثار. أعود فأقول أيها السادة،
مشكلتنا كمسلمين ليست مشكلة نصوص ولا تشريعات، وليست مشكلة حكام أو شعوب، وليست أزمتنا أزمة اقتصادية أو نقص في الخبرات، بل المشكلة روحية أخلاقية، والإصابة نفسية، والمرض قلبي. المجتمع الإسلامي مصاب في قلبه، وهو على وشك جلطة قلبية تقضي على البقية الباقية من حياته إن لم يتدارك الأمر ونسعى في طريق الخلاص. لذلك نحتاج على وجه السرعة إلى علاجات للقلب المعنوي، ونحتاج على وجه السرعة إلى تصفية للصدور، ونحتاج إلى تزكية للنفوس، لأن به الصلاح. المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. نحتاج قبل أن تمارس أي مهام أو وظيفة أو تتسلم أي منصب أو عمل أن يأخذ الإنسان قسطا من تربية النفوس وسلامة القلب. إن كنت طبيبا فأنت بحاجة إلى سلامة قلب حتى نسلمك أبداننا ولا تجعلنا حقل تجارب. إن كنت محاميا فأنت بحاجة إلى سلامة قلب حتى نسلمك قضايانا ولا تجعلنا سلعة تبيعها لخصومنا. إن كنت قاضيا فأنت تحتاج إلى سلامة قلب حتى تنصفنا ولا تقلب الموازين فتقلب الحق باطلا والباطل حقا. إن كنت حاكما أنت تحتاج إلى سلامة قلب حتى ترعى شؤوننا وتسهر على راحتنا ولا تجعلنا خدما في مملكتك. إن كنت معارضا أنت تحتاج إلى سلامة قلب حتى لا تبعنا من أول ضربة سياط أو عند أول دائرة مخابرات. إن كنت محكوما أنت تحتاج إلى سلامة قلب حتى ينضبط شؤون الحياة وتزول الفوضى والجرائم من حياتنا. إن كنت جنديا أنت بحاجة إلى سلامة قلب حتى تحمي ثغورنا ولا تخوننا ولا توجه بندقيتك إلى أبناء شعبك وصدورنا. وإن تقدمت إلينا خاطبا فأنت أيضا بحاجة إلى سلامة قلب حتى نسلمك أعراضنا. وإن كنت أبا فأنت محتاج إلى سلامة قلب حتى نعتمد عليك في بناء أجيالنا وتربية أبنائنا. وإن كنت أما فأنت تحتاجين إلى سلامة قلب حتى تكونين بصدق مدرسة تعدين لنا جيلا. وأنتما كأب وأم أول قدوة يراها الطفل وينشأ عليها فيصلح بكما إن صلحتما ويفسد بكما إن فسدتما. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فمن كنت وكيفما كنت وفي أي موقع من مواقع الحياة تتواجد وتعمل، فلا يمكن أن تؤدي واجبك تجاه ربك وتجاه دينك وتجاه أمتك وتجاه وطنك وتجاه نفسك إلا بسلامة قلب، وإلا بتصفية صدر وتزكية نفس. أسأل الله العظيم أن يجعلنا جميعا من أصحاب القلوب السليمة النظيفة والصدور المزكاة
وأن يتقبل منا الصيام والصلاة، وأن يجعلنا في هذه الأيام المباركة من عتقائه من النيران. وإلى غد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.